البيت ده من يوم ما اشتريناه واحنا بنسمع خطوات على السلم بالليل رغم اننا ساكنين لوحدنا. القصة حصلت في منطقة قديمة في القاهرة سنة 2020. أسرة صغيرة انتقلت لشقة واسعة بسعر غريب ورخيص جدا. صاحب العقار قال لهم انه عايز يبيع بسرعة عشان يسافر، لكن ما ذكرش السبب الحقيقي. في أول ليلة الساعة قربت من 3 الفجر، الأم صحيت على صوت خطوات تقيلة طالعة السلم. فكرت ان في حد من الجيران، لكن لما فتحت باب الشقة لقت السلم فاضي بس الخطوات لسه بتطلع. في الليلة التالتة الأب صحى من النوم وهو سامع صوت باب الشقة بيتفتح ويتقفل لوحده، ولما خرج يشوف لقى كرسي في الصالة بيتهز كأنه حد لسه قام منه حالا. الأغرب كان في الأسبوع التاني لما البنت الصغيرة رسمت صورة على الورق فيها رجل طويل جدا ووشه مش واضح، وقالت هو بيقف عند باب أوضتي كل يوم وبيقول لي تعالي معايا. الأب والأم كانوا بيحاولوا يطمنوا بنتهم ويقولوها إن ده مجرد كوابيس، لكن في نفس الليلة الأب قرر يسهر لحد ما يتأكد بنفسه. الساعة عدت 2:30 بعد منتصف الليل والبيت كان ساكت تمام. فجأة سمع صوت خطوات بطيئة جاية من ناحية أوضة البنت. الأب مسك عصاية خشب وفتح الباب بهدوء. لقى البنت نايمة، لكن في زاوية الأوضة كان في ظل طويل جدا ممدود على الحيطة، ومفيش أي حاجة في الغرفة ممكن تعمل الظل ده. هو كان بيقف ويتحرك ببطء ناحية السرير، ومع كل حركة الجو كان بيبرد أكتر، ونفس الأب بقى بيطلع بخار كأنه في تلاجة. الأب اتشجع وحاول يصرخ، لكن فجأة النور قطع وسمع صوت همس واطي جدا بيقول اتأخرت، هي خلاص معايا. الأب جري ناحية السرير، لكن البنت ما كانتش موجودة. الباب كان مقفول من جوه والشباك مسدود بالحديد. الشرطة قلبت الشقة والعمارة كلها، لكن البنت اختفت للأبد، ومحدش عرف ازاي خرجت أو مين اللي كان بيقف جوه الأوضة. لحد النهاردة الشقة دي مقفولة، وكل اللي بيسكن جنبها بيحلف انه بيشوف طفلة صغيرة واقفة في البلكونة بالليل وبتبتسم.